تشوفه ازاي؟ وهل فعلا في صراع وقيمتين، ولا كلام مهم جدا قاله لنا الكابتن سمير زاهر هنا اهو، قال في قعده بيني وبين المهندس هاني ابو ريده المفروض يوم السبت اللي فات هنقعد ونشوف ايه اللي هيحصل ومش هننزل قدام بعض انتخابات. حصل؟ لا ما حصلش الحقيقه لظروف يعني الفتره دي، انما انا ممكن تحصل يعني اي وقت يعني ممكن تحصل. لان بص، هو قالوا اخيرا احنا في الرياضه، تمام، احنا مش في خناقه يعني، احنا مش في... وبعدين دايما بقول هو اشمعنى هاني وكابتن سمير؟ ما يجي اي حد ثالث ورابع وخامس، الباب مفتوح للناس كلها، وبالتالي انت مش الاتحاد الكره مش حجر على حد. وعلى فكره انا بزعل جدا لما اقول ما بين الكابتن هاني وكابتن سمير، بزعل. بقول يا جماعه ما يجي محمد، يجي علي، يجي سيد، اي واحد يتقدم وينال ثقه الجمعيه العموميه، اهلا وسهلا بيه. كابتن ايمن يونس وكابتن مجدي عبد الغني من الناس اللي كنت انا بشوفهم مقربين حواليه، ليه مش معاك المره دي؟ ليه؟ دايما على طول من كل يوم بنتكلم مع بعض. فما تستعجلش يعني، لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري. طب وهدف كاس العالم ده ما ينفعش ما يكونش معاه؟ ان شاء الله يبقى كله كويس ان شاء الله. كله يبقى كويس الفتره اللي جايه. باشمهندس هاني ابو ريده، اكيد في مشاكل كتير في الرياضه المصريه، ولكن زي ما قلت لحضرتك المشكله الاخيره في حل اتحاد الكوره. اكيد دار بينه وبين حضرتك وبين وزير الشباب والرياضه كلام، خاصه ان المهندس خالد عبد العزيز دايما في حديثه في ازمه اتحاد الكوره اللجنه الثلاثيه اللجنه الثلاثيه اللجنه الثلاثيه، وانا بصراحه شايف ان القصه دي بالذات ملهاش علاقه باللجنه الثلاثيه. لا، هو في هنا في توضيح. اللجنه الثلاثيه اللي قامت بدورها على اكمل وجه فيما يخص النادي الاهلي. طبعا. وانا طبعا من الناس اللي كنت مؤيد للكلام ده، الناس جت بشرعيه جمعيه عموميه يجب ان هم يستمروا. في ناس بقى اعترض، ناس مشيت، انا بتكلم على مبادئ عامه. الاتحاد الكره له لائحته الخاصه. عدم التفاهم ده يمكن حصل لغط، انما انا كهنا بريد عمري ما اسأت الحمد لله حد خاصه بيشتغل في الرياضه. هشام بيه حطب رئيس اللجنه الاولمبيه بنتكلم على طول، وانا شرحت له الموقف عشان الموضوع ما يكبرش ان انا ضد اللجنه الثلاثيه. بالعكس، اخونا العزيز الدكتور حسن مصطفى بيقوم بدور متميز، والراجل تبوأ منصب ضخم جدا، وفي نفس الوقت ان هو يبقى موجود مكسب. وطبعا الاخ صديقي العزيز وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، مجموعه محترمه جدا. ولكن انا ببص ان انا مثلني السنه زي ما اقول من الخارج. النادي الاهلي عنده 25 لعبه اولمبيه. اتحاد الكره له لائحته الخاصه. الناس تفهمت ده والعلاقه على احسن ما تكون يعني ما بين انا شخصيا وبين اللجنه الاولمبيه او مع المهندس خالد عبد العزيز. باشمهندس، برضو يعني الرغبه اللي بتبقى موجوده على الباشمهندس هاني ابو ريده، اللي الناس كتير عايزه تخش، ونجوم واسماء كتير عايزه تبقى موجوده في قائمه، يعني خلينا اقول على الهوا، وانا ما يعني بعلن الكلام ده عادي مع الحصان الكسبان. بتقابل ده ازاي، خاصه ان القائمه ليها عدد؟ ما هو بص، يعني احنا يعني حتى اللي هو مش هيبقى مثلا موجود معانا، اعتقد ان برضو كل واحد يبقى ليه دور معانا. يعني انا دايما يعني مش عايز انت تبقى موجود بقيت بره الرياضه. لان بتبقى عندك ساعات اولويات وحسابات ممكن تبسط ناس وممكن تزعل ناس. وبالتالي انا اتمنى طبعا وبعدين في ناس تقول لك والله اخش بقايمه مفتوحه واللي يجيبوا الجمعيه العموميه. كل ده وارد، لسه بنتكلم فيه. يعني ممكن تدخل بقايمه مفتوحه؟ وارد. المشكله عندي في قايمه مفتوحه ان عندك 2 من الصعيد لازم هيبقى ماسكهم في ايدي. وبالتالي في حسابات، يعني في الانتخابات فيها حسابات يعني. مهندس هاني ابو ريده، شايف المنافسه ازاي على مقعد؟ في منافسه ولا مفيش منافسه؟ لا يعني بص، ان شاء الله ما بقاش في مشاكل. انا بص، يعني اصعب حاجه ما حد بيتكلم عن نفسه الحقيقه. فانا سيبها دي للجمعيه العموميه، اللي انا يعني دايما اقول في كل كلامي ان الجمعيه العموميه صاحبه الحق الاصيل في كل القرارات، وبنعظم دور الجمعيات العموميه. فمش هحجر على رايهم وانا قاعد هنا في التكييف يعني. الجمعيه العموميه صاحبه الحق الاصيل، هتعمل ايه في بند ال8 سنين الجمعيه العموميه؟ والله رايهم لو عملوه 80 انا ما عنديش مشكله. ده بتاع حاجه بتاعتهم. انا كنت بقول يا جماعه حتى على بالنسبه للرئيس اعملوا 8 سنين يا ريت. اني شايف ان ده كويس على مقعد رئيس اتحاد الكوره 8 سنين. الاعضاء ما تفرقش. انا وجهه نظري برضو اعضاء ما تفرقش، لانه اي عضو ان شاء الله مثلا بيفكر انه يبقى نائب رئيس او رئيس، ولكن ما ينفعش يجي واحد من بره يبقى رئيس في يوم، دي صعب. دي وجهه نظري. احنا عاملين كده في الاتحاد الافريقي منعا على سيطره راس المال او النفوذ السياسي. يعني ما يجيش واحد رئيس جمهوريه في افريقيا، وده بتحصل، يقول لك انا هجيب ابني يبقى رئيس الاتحاد الافريقي وانا بعلاقاتي مع الدول واعمل ضغوط واعمل. الكلام ده مش مقبول.
واحد شركه مثلا اتصالات في افريقيا جابت واحد مرشح وبافريقيا ونزلته. وارد. مظبوط. فانت لازم المنصب الرئيس ده حساس جدا ان هو ده اللي بيقود المنظومه. فانا بقول ان ده 8 سنين بالنسبه له، ده انا رايي ان ال8 سنين على الرئيس مهم جدا. محمد صلاح لاعبنا الكبير في روما، ويعني واحد برضه من القوى الناعمه